السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا عمر، زمان لما كان بيجي ضيف البيت كنت تسمع ابوك يقول السكة يا ولاد، والضيف ده لو قعد وكل وشرب وقام يغسل ايده كنت تلاقي في البيت طوارئ، الام بتجري على المطبخ والولاد بيجروا على الاوضه محدش يشوفهم، تلاقي الباب بيتخبط كده من بره، امك او اختك بتخبط كده، الشاي يا حاج، الشاي يخش، يمشي الضيف وخد واجبه وما شافش اهل البيت. النهارده بقى احنا عندنا بث مباشر لأوض النوم، بث مباشر من المطبخ، انحلال وفساد مفيش بعد كده. القيم اللي انا حكيتها دي راحت فين؟ ودايما في سؤال بيسألوه بيقول لك هو ليه الستات زمان رغم ان الدخل كان ضعيف وكان في فقر ومفيش التكنولوجيا بتاعت دلوقتي ولا امكانيات دلوقتي، ربوا طلعوا رجاله وطلعوا ازواج صالحه؟ ليه؟ الخلل فين؟ التغيير فين؟ التغيير في المرأة العصرية اللي داخله في صراع ونزاع مع جوزها لانتزاع الحرية منه، عايشة معاه ومسؤول عنها وفي ذمته وداخله معاه في صراع لانتزاع الحرية الزائفة، الحرية اللي مخليها متشتتة وماشية في اتجاهات كتير قوي مش عارفة هي عايزة ايه. دي نقطة. النقطة التانية، الست اللي المفروض تكبر من دور جوزها قدام اولاده وتحسسهم ابوهم ده بيعمل ايه، دوره ايه، بيتعب عشانهم ازاي، ده مش موجود. الست داخله في نديه مع الراجل، راس براس وند بند. ليه؟ ما تفهمش. تقريبا هي رافضه فكره ان هي تكون طوع لجوزها، الطاعه اللي ربنا والنبي عليه الصلاه والسلام امر الست بيها هي رافضاها، ومش قادره تتقبل فكره ان يكون في حد ليه كلمه عليها، فطول الوقت هي في حرب وفي نزاع معاه، طول الوقت في حرب ونزاع معاه. والنتيجه بتكون ايه؟ النتيجه بتكون زي الاحصائيه اللي طلعت دي بتقول ان مصر في عام 2023 24 268 الف حالة طلاق. الرقم ده 81% منه حالات خلع. محدش عارف دوره، محدش عارف هو مطلوب منه ايه. انا النهارده لما بتكلم وبقول كده انا بتكلم على السياق الطبيعي للعلاقه بين الراجل والست، السياق الطبيعي، مش الحياة الشاذة اللي هو الراجل يكون مش كويس او ست مش كويسة. لا، احنا بايدينا اللي بنغير الطرف التاني. هنفترض علاقة سوية وطبيعية خالص، وبدأت الست تخش في ندية مع الراجل وتنكر دور جوزها مع الاولاد وعايزة حريتها ومبتسمعش الكلام. النتيجة هتكون ايه؟ هيهملها، وما يهملها هتقعد تشتم فيه والرجاله وحشه والرجاله فيها والرجاله نيله. الجانب التاني، الرجاله اللي بتتعامل مع الست ان هي خدامه عبده عنده، النتيجه هتكون ايه؟ ما هتكرهك. بس دي مش ده الاساس، انا بتكلم في الاساس، في القاعده. لما يبقى في عندي 268 الف حاله طلاق في سنه، يعني رقم غريب قوي، رقم مش مفهوم. فلازم كل واحد يبقى فاهم دوره ايه. الست لازم تبقى فاهمه ان الراجل لما بينجح في حياته الخير ده بيعود عليها وعلى البيت وعلى العيال، بيعود على الكل.
تعبه في شغله واجتهاده بيقعد على البيت، بيقعد على الكل، ما بيقعدش عليه لوحده، فلازم تساعده وتكون سند ليه. ما بقولش تساعده تنزل تشتغل، تساعده بالكلمة الطيبة، تهون عليه تعبه وشقاه، تديله الباور، تديله الدافع. لكن للأسف برضه ده ما بيحصلش. للأسف الناس بتوع زمان مش هيتعوضوا. ايه اللي حصل في المجتمعات وصل الأمر كده؟ أعتقد بعدنا عن منهج ربنا ودخول الست في ندية وعند مع الراجل. أنا واحد من الناس مقتنع تمام اقتناع إن الست أساس البيت. البيت نجح هي الأساس، فشل برضه هي الأساس. الراجل زي الطفل، أقل حاجة بترضيه. وأرجع وأقرر أنا بتكلم هنا على العلاقات الطبيعية السوية، مش بتكلم للشواذ بتاعت القاعدة اللي هو في رجالة وحشة وفي ستات وحشة، ده طبيعي. لكن بتكلم في العلاقات الطبيعية. ليه احنا نبقى داخلين كويسين ونخربها؟ ليه نتعامل بندية؟ ليه نتعامل نبقى كده داخلين في سباق مين يسوق مين؟ هي الحياة مش كده. هي الحياة اتنين عايشين مع بعض بيكملوا بعض، في طرف منهم راعي مسؤول عنها، والرأي مشورة، لكن في الآخر كلمته تمشي. هي مش معركة، هي مش خناقة، هو رب الأسرة، هو مسؤول. شفتوا يعني النهاردة ما بدأنا الحلقة قلنا ايه؟ شفتوا البيوت زمان كانت عاملة ازاي؟ البيوت دي كانت بتطلع رجالة وكانت بتطلع أزواج صالحة. لكن اللي حصل مع تغيير المجتمعات وان المرأة تفكيرها راح لكذا اتجاه، ومعظم الوقت هي فاهمة ان جوزها ده بيذلها، وهو مش بيذلك. هو المفترض ان انت في طاعة جوزك، انت تطيعيه مش هو اللي يطيعك. انت الايد اللي بتطبطب، انت الحنية، انت الدافع، انت الباور. بدلت دورك وبقيت انت العائق، وفي الاخر بيحصل الفشل. ونرجع نقول الرجاله وحشه، ونرجع نقول الستات وحشه. يا جماعه الوحش تاني بكررها للمره التانيه، عقولنا بتبقى العلاقه بادئه طيبه وكويسه والناس حلوه وبتحب بعض، وتفكير الناس ودماغها اثناء العلاقه بيفسد الدنيا. كل واحد بقى بيبدا عايز يمشي الكل على هواه. لكل حاجه في الدنيا ليها عدله. الحاجه لما بتبقى مش على عدلتها بتستقيمش، بتقع. فلو جت الست عايز تاخد دور الراجل العلاقه باظت. ولو الراجل سكت وساب للست تدفى بحكم ان يعني يمشي المركب، صورتك اتهزت قدام عيالك والدنيا خربت. الكفه لازم تتوزن من ناحيتين. لازم كل واحد يعرف دوره ايه، ليه ايه وعليه ايه. لكن نشوف اليومين دول بقى كمان ان الرجاله في البيوت والستات بتصور اوض نومها وبتطلع منها لايف وبث مباشر، والعيال بتتفرج على اللي بيحصل. طب ما طبيعي العيال هيطلع مش متربي ومش فاهم حاجه. اذا كان الكبير مش متربي، الصغير لما يكبر ويتجوز هيربي ايه؟ استقيموا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بابا عمر.